أكتر من 35% من ملايين الأطفال اللي بيلعبوا رياضة بيسيبوها خلال السنة الأولى، و85% من الأطفال اللي بيستمروا بعد كده بيسيبوا الرياضة ما بين سن 10 و17 سنة. طيب ليه؟ الأول نسأل نفسنا، ليه الأطفال بيلعبوا رياضة؟ للمتعة والإثارة؟ لتحسين مهاراتهم ويتعلموا مهارات جديدة؟ علشان الأصحاب وإنهم يكونوا جزء من فريق؟ بيعملوا حاجة كويسين فيها أو جسمهم لايق عليها؟ للفوز. يبقى السبب الأول لممارسة الرياضة هو المتعة والإثارة. علشان كده الأهالي والمدربين لازم يسألوا نفسهم، هل الأطفال مستمتعين بالرياضة اللي بيلعبوها؟ إحنا بنخلي الأطفال بيلعبوا رياضة علشان المكسب، لكن ما بيهمناش هما مستمتعين بالرياضة ولا لأ. يبقى الهدف الأساسي لرياضة الشباب هو مش إننا نخليهم يكسبوا، لكن إننا نخلق جو من المتعة ونحسن مهاراتهم خلال ده. لما الطفل بيلاقي أداء إيجابي أو تحسن في حاجة اتعلمها، ده بيخلي الطفل يستمر في الممارسة. ولما نشجع الطفل في اللي بيعمله هيحاول يبقى أحسن وأحسن. كل الناس بتحب الفوز، لكن أغلب الأطفال بيركزوا على الأداء وممارسة النشاط أكتر من مين فاز ومين خسر. النجاح لازم يتقاس بالنمو الشخصي والتطور في الأداء، مش بمين فاز في المباراة. أغلب الأطفال ممكن يلعبوا في فريق خسران بدل ما يقعدوا على دكة الاحتياطي في فريق كسبان. يبقى الفوز أو الميداليات بتيجي في المرتبة التانية عند الأطفال، ولازم ما نضخمش أهميتها. الأطفال بيحبوا اللعب والمتعة، وده اللي لازم نركز عليه. طيب إيه الأسباب اللي بتخلي الطفل يسيب الرياضة؟ التركيز على الفوز، ضعف الاهتمام، الشعور بالملل، ضياع الوقت، مدرب سيء، الضغط النفسي الشديد، محتاج وقت أكبر للدراسة، المدرب بيلعب اللي على مزاجه. وثيقة حقوق الطفل الرياضية: الحق في لعب الرياضة بغض النظر عن قدراته، الحق في الاشتراك في المستوى المناسب لمستوى الطفل، الحق في الحصول على رعاية رشدة، الحق في اللعب في بيئة آمنة وصحية، الحق في إن الطفل يكون قائد أو صاحب قرار، الحق في اللعب كطفل مش راشد، الحق في الإعداد الجيد للاشتراك في الرياضة، الحق في الفرص المتساوية في الفوز، الحق في المعاملة بكرامة، وكل الحق في الاستمتاع بالرياضة.